شباب عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد الشرنوبي، ومعانا في الفيديو دوت كبسول جديدة بعنوان العوامل المؤثرة على الدعامة الفسيولوجية. يعني ايه اللي بيأثر على الدعامة الفسيولوجية عندي؟ وخلي بالك انا من الكبسولز اللي فاتت عارف ان هي الدعامة تعتمد على وجود المية، لأن المية لازم تكون موجودة فيها عشان تبتدي إنها تكون موجودة كدعامة، لأن هي دعامة مؤقتة يعني. جميل. طيب، فلو جينا بصينا على العوامل المؤثرة على الدعامة الفسيولوجية، أنا محتاج أقولك إن هياها لو جيت قلت العوامل المؤثرة على وجود المية في الخلية، المؤثرة على وجود المية في الخلية النباتية. طيب بص معايا يا سيدي، ايه اللي ممكن يأثر عندي على محتوى المية في الخلايا النباتية؟ قال لي انا ممكن يأثر عليا على سبيل المثال 3 حاجات هنتكلم عنهم. اول حاجة اسمها عملية الامتصاص، وحاجة اسمها عملية النتح، وحاجة اسمها عملية البناء الضوئي. ال3 حاجات دولت عندي بيبتدوا يأثروا على وجود المية في الخلايا النباتية، فبالتالي بيبتدوا يأثروا عندي على الدعامة الفسيولوجية بتاعتي. طيب أنا عايزك تركز معايا على الترابط ما بين ال3 عمليات دول، عشان عملية البناء الضوئي مرتبطة بالنتح، مرتبطة بالامتصاص. بمعنى، تعال نبتدي بالبناء الضوئي، تعال نبتدي بآخرها. عملية البناء الضوئي دي عشان تتم بحتاج ايه؟ بحتاج ان انا يكون عندي بلاستيدة، وبحتاج لها مية ومعادن، والبلاستيدة ديت ناتج البناء الضوئي بيكون سكريات، اللي هو في الغالب بيكون جلوكوز اللي بيتجمع مع بعض وبعد كده يعمل لي النشا. طيب انا المعادن دي سيبك منها، يعني انا محتاج قلت مية ومعادن، سيبك من المعادن، انا بتكلم عن المية. المية دي عشان تطلع في الورقة لازم يبقى عندي قوة شد، وقوة الشد دي تنشأ من عملية النتح. يبقى البناء الضوئي يعمل على زيادة تبخر الماء بعملية النتح، فبالتالي بيحصل ايه عندي؟ فقد للدعامة الفسيولوجية، فقد للدعامة الفسيولوجية بسبب عملية النتح. يبقى النتح بيعمل عملية فقد للدعامة الفسيولوجية، ولكن فقد مؤقت، لأن سرعان ما يقوم النبات بالامتصاص تاني. أنا عشان أعمل بناء ضوئي، عشان أعيش كنبات، لازم أعمل سكريات، لازم أعمل جلوكوز. عشان أعمل جلوكوز بحتاج مية، عشان المية تطلع بحتاج أعمل نتح، أطلع بخار من فوق، ده يجبر الجدر إن هو يضغط المية لفوق أكتر فيطلع لي مية، فبالتالي ده بيعمل فقد للدعامة الفسيولوجية. طب النبات يعمل ايه؟ قال لك النبات يعمل امتصاص. هي عملية ايه؟ عملية دخول الماء إلى النبات لتعويضه عما فقد في عملية النتح، وبالتالي بيبتدي النبات يعمل ان هو يرجع ميه تاني. طيب وكون سكريات. خلي بالك من نقطة معينة، السكريات دي تخزن في الغالب او في الاول يعني في الفجوات العصارية. طب السكر لما يتخزن بيعمل ايه؟ يؤدي ذلك لرفع تركيز الخلية. يا نهار اسود، ده معنى ان كده ان الخلية اترفع تركيزها، ايه اللي هيحصل؟ فيؤدي لامتصاص الماء، وبالتالي زيادة الدعامة الفسيولوجية. يبقى تاني أنا عندي عملية البناء الضوئي بنتج بيها سكريات، السكريات دي بتعلي تركيز الخلية، وأنا لو تركيز الخلية عالي ده بيجبر اللي حواليها إن هم يدوها مية. طيب وأنا بحتاج أكون سكريات، بحتاج مية. المية دي اللي بيجيبها لي إزاي؟ عملية النتح. إزاي؟ ده النتح ده تعريفه هو خروج الماء في هيئة بخار. أيوة ما أنا عارف،
بس هو عامل زي ايه؟ لما تضغط الميه تطلعها من فوق تسحب لك ميه جديده من تحت، فتطلع لي الميه اللازمه للايه، لانتاج السكريات بتاعتي. جميل. فلما السكريات بتاعتي دي تنتج، انا ببتدي اعمل عمليه امتصاص عشان اعوض ما فقد. فبالتالي ممكن اقول الامتصاص دوت بيعوض الدعامه الفسيولوجيه. وده يعني الامتصاص والبناء الضوئي، كتبت كده على الامتصاص يزيد الدعامة الفسيولوجية، والبناء الضوئي يزيد الدعامة الفسيولوجية، أما النتح يقلل من الدعامة الفسيولوجية. دي كده كانت كبسول عندي بعنوان العوامل المؤثرة. أشوفكم في الكبسول اللي جاي. بالشفا.